السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش البلدي، هعمله معاكم بخطوات سهلة جدا. يا ريت بس تتابعيني للاخر علشان العيش ينفخ معاكي وكمان العيش البلدي يطلع معاكي مظبوط. اللهم بارك، العيش بيتكلم عن نفسه بجد، طالع تحفة. يا ريت بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اللهم بارك، العيش طري ومش مجلد. تعالوا بقى نشوف العجينة المظبوطة وهي اهم خطوة. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا معايا كده 20 كيلو. بعد ما نخلت الدقيق طلع حوالي كده كيلو من النخالة، يبقى معايا كده 19 كيلو. الدقيق اللي انا هخبزه معاكم النهاردة دقيق اسمر. لو حابة بقى تضيفي مع الدقيق الاسمر دقيق ابيض، يعني دقيق زيرو او دقيق قمح، العيش هيبقى معاكي تحفة. لو هتخبزي الدقيق المدعم وحده يبقى خلي بالك بقى من خطوات العجين. انا النهارده كمان مش هعجن في العجان، انا هعجنها كده بايديا علشان بس تخلي بالك من خطوات العجين. انا بعد ما نخلت الدقيق ضفت بقى معاه الخميره والملح. ضفت بقى 20 جرام خميره فوريه، يعني حوالي معلقتين كبار. وضفت كمان معلقتين كبار ملح. وقلبت بقى الدقيق في الاول وبعد كده نزلت بالميه. الميه النهارده دافيه زي دمع العين، كل بقى ما الجو هيبرد كل ما هندفي الميه. اهم حاجه بقى خطوات العجين. يعني عجين الشتاء يختلف خالص عن عجين الصيف. عجين الصيف بنعمله يابس علشان الجو بيبقى حر وبيسيح معانا. عجين الشتاء احنا بدأنا نطري العجينه شويه علشان العيش يبقى طري وما يبقاش مجلد. انا في الاول كده نزلت بالميه واحده واحده لحد ما الدقيق اختفى. اول بقى ما الدقيق اختفى وقفت ميه علشان اعجن العجينه على اليابس. العجينه لو اتعجنت على اليابس في الاول مش هتغلبك خالص في العجين، وكمان في الرح هتبقى سهله جدا معاكي. العجينة الطرية هتغلبك في وقت العجين، وكمان في الراحة هتلاقيها بتتلزق معاكي. اعجني بقى العجينة في الأول يابسة وبعد كده طري فيها واحدة واحدة. يعني أنا كان لسه في دقيق، قمت بقى لتيت العجينة على اليابس ونحتاجت معايا مية، كنت بنزل بالمية واحدة واحدة. يعني العجينة في الأول كده خشنة وكمان بتتقطع، بس هتشوفيها معايا في نهاية العجين. العجين بياخد وقت كده عجن نص ساعة. كل بقى ما تعجني في العجين العيش البلدي كل ما العيش هيرتفع معاكي وهينفخ. اللهم بارك، العيش النهارده ارتفع كله، واللهم بارك كان طري وكان طالع تحفه. اهم حاجه بقى خطوه العجين. وبحب كمان ان انا اطربخ العجين علشان لو العجينه مش مظبوطه بعد الخطوه دي قوام العجينه كله بيبقى واحد، يعني من فوق زي من تحت. بعملها كده مرتين او ثلاثه. اللهم بارك، بتعمل معايا بقى فقاعه كبيره. العجينه بتظبط معايا بعد الخطوه دي. وكمان علشان اتاكد اكتر ان هي مظبوطه ولا لا بقطع رغيف. العجينه كده مظبوطه للمبتدئين. الرغيف بقى اللي انت بتقطعيه وتحطيه على وش العجين بيعرفك العجينة مظبوطة ولا لا. لو صرح معاكي جامد تبقى كده العجينة طرية. لو مصرحش خالص يبقى كده لسه العجينة يابسة عايزة مية. لو صرح على بسيط يبقى كده العجينة في الوسط. والمبتدئين يا ريت تعمليها في الوسط، ما تكونش طرية قوي علشان ما تتلزقش معاكي وانت بترحيها. انا بعد ما عملت اختبار العجينة كده كانت في الوسط، بس انا حبيت ان انا اطر العجينة شوية علشان كل ما الجو هيبرد وكل ما العجينة هتبقى في الشتاء كل ما هطريها. اما في الصيف انا بعملها عجينه يابسه والحر هو اللي بيطريها. يعني انا العجينه لو طريه انا هخبزها، بس انت خليها في الوسط عشان تعرفي تخبزيها. كده علمت الطشت وغطيته بالصينيه وسبته بقى لما يختمر. اخد معايا كده ساعه ونص، واللهم بارك لقيته كده ملا الطشت والفقاعات بقى اللي هي في قلب العجينه كده بدليل ان العجينه مظبوطه. جبت بقى شويه نخاله وفرشت ملايه ورشيت النخاله علشان اقطع. شايفين بقى العجينه ليها عرق ومخدومه، هقطعها بقى بزيت. لو انت هتقطعي بدقيق هتقطعي، بس هتقومي بقى تغطيها بملاية عجين علشان ما يعملش معاكي طبقه ناشفه على وش الرغيف. وسعي بقى بعيد عن بعضه علشان لسه برضه هيخمر وهيروح لبعضيه. وكمان لو انت مبتدئه ما تقطعيش كتير علشان ما يخمرش معاكي قوي وتيجي تخبزيه ما يبقاش معاكي مظبوط. انا قطعت الفرش على مرتين، يعني في نص الفرش قمت بقى شغلت الفرن يسخن ورجعت بقى كملت بقيه التقطيع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. انا عملت بقى معاكم العيش البلدي بكذا طريقه للمبتدئين، يعني عملته كده من غير مطرحه خالص ومن غير فرن، وسويته على المصفى وبجد كان طالع تحفه. ولو حابه بقى تتعلمي الرح يا ريت تمشي على نفس خطوات العجين، هيبقى معاكي الرح سهل جدا. وكمان لو مبتدئه لازم يكون معاكي مطرحتين وجنبيكي كده طبق فيه شويه نخال على شويه دقيق علشان الرغيف ما يلزقش معاكي خالص. هترشي على المطارح وبعد كده هترحي. هتسيبيه بقى على النخاله يخمر معاكي 10 دقايق، يكون الفرن بقى سخن فيها، بتوطي البلاطه وبتخلي الجنوب عاليه. هتاخدي بقى اول رغيف انتي قطعتيه هتجربيه، لو طلع معاكي مظبوط هتكملي بقيه الخبيز.
لو لقيتيه لسه منفض هتصبري بقى عليه شوية وترجعي تخبزي. انا هجرب معاكم اول رغيف، لو طلع معايا مظبوط هكمل بقى بقية السوا. اللهم بارك، من اول رغيف لقيته نفخ علشان العجينة مظبوطة ومخدومة كويس. العجينة اتلتت، العجينة لو مش ملتوتة هتلاقيه بقى ما بينفخش، وكمان مش عارفة تخبزيه ولا ترحيه. يبقى اهم حاجة ان انت تخدمي العجينة وتلتيها. لو لقيتيه منفض بقى اول رغيف اصبري بقى عليه شويه وارجعي اخبزي. طب لو انت عايزه تتعلمي الرح، اول خطوه العجينه لو مظبوطه هتعرفي ترحي. واهم حاجه بقى انا هقولك عليها وان مشيت عليها ان شاء الله الرح هيبقى سهل معاكي جدا. يا ريت بقى وانت بترحي ما تمسكيش المطرحه من اليد من ورا، لا امسكيها من تحت اليد، هتشوفيني وانا برح، علشان الخطوه دي هتخليكي تعرفي ترحي. اللهم بارك، تاني رغيف لقيته نفخ وطالع بجد تحفه. يعني اول رغيف وتاني رغيف، وانا كمان قربت لك التصوير علشان تشوفيه، بجد ريحة العيش البلدي تحفة وكمان نفخ معايا. يبقى كده العيش طالع معايا مظبوط، انا هكمل بقى بقية الخبيز. تالت رغيف بعمله معاكم. بمسك بقى المطرحة كده من تحت اليد، بتبقى سهلة جدا على المبتدئين، يعني لو مسكتيها زي كده مش هتعرفي تحركي المطرحة خالص. لو مسكتيها بقى من تحت اليد زي ما انا ماسكاها كده هتعرفي تحركي الرغيف، والرغيف هيوسع معاكي، وهتلاقي بقى الرح سهل جدا. ولو بترمي بقى في الفرن ولقيتيه بيتلخبط معاكي هتوطي الجنوب شوية وتقعدي على حاجة عالية. انا لسه بعمل معاكم في تالت رغيف، ولقيته كده اول ما فتحت الفرن لقيته منفوخ وارتفع، واللهم بارك تحفة. يعني العيش بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنه واقول ان العجينة اتخدمت ومظبوطة. اهم حاجة هي خطوة العجين. لو انتي ظبطتي العجينة هتلاقيها بقى سهلة معاكي في الرح وما بتتلزقش معاكي، وكمان بترميها بتلاقيه ارتفع ونفخ معاكي على طول. لو العجينة جت معاكي طرية ومش عارفة ترحي فيها وكمان مغلباكي، قومي بقى لمي العجين تاني، رحيه ورجعيه الطشت او الحلة وبطبقين دقيق، وعجيني العجينة تاني خليها يابسة معاكي. وبعد كده سيبيها لما تخمر نص ساعة، هتقطعي بقى وتسيبيها على النخال 10 دقايق. هتخبزي بقى من العيش ان شاء الله هيطلع معاكي تحفة. العيش البلدي سهل جدا. لو عندك بقى اي سؤال يا ريت تكتبي لي في التعليقات. انت لو التزمتي بكل خطوة انا شرحتها ان شاء الله العيش البلدي هتعمليه وهيطلع معاكي مظبوط، وكمان انت هتبقى مبسوطة ان انت عرفتي تخبزي العيش البلدي. انا عايزاكي بقى تجربيه بس في كمية قليلة، يعني ما تعمليش كمية كبيرة. لو ظبطت معاكي تقدري بقى تعملي الكميات اللي انت عايزاها. اللهم بارك، العيش السوا من فوق ومن تحت بجد تحفة، وكمان العيش طري. اللهم بارك طالع تحفة. اتمنى بقى ان انت تعمليه ويطلع معاكي مظبوط، واتمنى ان يكون شرحي بسيط وتكوني طلعت حتى لو بمعلومة بسيطة. اتمنى بقى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.